هاي نجلاء، ازيك؟ اهلا وسهلا. انا شايف في ايدك خضره حلوه قوي كده. بقدونس وشبت وكزبره، كل ده حاجات المحشي. طيب هنزرع ايه النهارده؟ بص بقى، انا هزرع نوع واحد، ولكن انت على نفس الموضوع ده انا ممكن انا ازرعه زي ما قلت لك في البلكونه فوق السطح عندنا. عايزين بقى ايه، نشيل موضوع الكراكيب من فوق السطح والكلام ده كله، ونبدا ان احنا نزرع الاسطح. احنا وصلنا ان احنا بنزرع شجر في برميل وبتطرح، يمكن احلى كمان من اللي بتبقى في الارض. هكلمك النهارده على ده، وهستناني بقى في فيديو تاني ان شاء الله نزرع شجره فيه ان شاء الله. قولي لي القصريه اللي قدامنا دي تطلع قد ايه كميه؟ والله حلوه جدا. بص اساس الزرع ده هيطلع كميه حلوه. وبعدين ميزه هنا ايه، ان انا بقصها ويطلع تاني. هتجيب 3 من دول مثلا، 4 5 حسب ما انت عايز. شبت بقدونس كزبره، لو عايز اي حاجه تانية من انواع الخضره برده. بس السيس من ده من نوع واحد هيكفيك طول الشتاء، ولا بقى تدور تشتري ولا تروح ولا تيجي. هتطلع البلكونه مكان فيه شمس وهاوي، وهيديك نتيجه محترمه جدا. طيب ممكن بسرعه نعرف المكونات ايه عشان ابتدي ازرع؟ مكونات ولا حاجه. هتجيب طاميه، والطاميه تكون خفيفه نوعا ما، يا اما بنشتريها يا اما احنا بنكونها. بتبقى بطمس على رمله على طاميه سودا. مفيش، ساعات بنشتري الطاميه دي اصلا كده من المشتى نفسها واجيبها بالطريقه دي. بس البذور بقى جبناها من عند عطار، جبناها من مشت، اي حاجه اي نوع بقى، بس نحاول ان يكون كل قصيص نوع واحد بس. والكزبره الناشفه كمان دي اسهل حاجه هتلاقيها عندك في البيت، ان هي الكزبره اللي احنا بنعملها دي، بس ما تكونش مطحونه، تكون سليمه. دي اسهل نوع بقى. هنعمل ايه ولا حاجه، هنشيل شويه طاميه كده، وبعدين هنبذر بذور بسيطه من اي نوع بقى انا عندي، شبت بقدونس كزبره اي حاجه، وابدا اغطيها. وبعدين بديها ميه لغايه ما اغرقها كلها، وبعدين كل يوم بسقيها. البذور دي بعمل لها زي عمليه نقع في الميه. نقع الميه ده اللي هيطلع لها الجذور بسهوله وخليها تنبت بسهوله. لو انا نشفت عليها التربه هتطول معاك، انما طول ما انت مواظب زي ما كده بتنقع فول، مش بتلاقيه منبت لو هو واصل له ميه، لو مش واصل له ميه تلاقيه ناشف ما نبتش. فده نفس الموضوع في الزرع بتاعنا، لازم نسقيه كل يوم ويبقى موجود في التربه مبلوله كويس جدا لغايه ما ينبت معايا. يبدا النبت نخفف عليه بقى سنه ايه بقى، مثلا نسقيه يوم ويوم. نجلاء شكرا ليكي على الزرعه الحلوه دي، ونشوفك في زرعه جايه الحلقه الجايه ان شاء الله. شكرا جدا.